اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لعجل المحتوى. يلا بينا نبدا. يلا بينا. الفيديو ده هيكون عباره عن استكمال لفيديوهات كنا عملناها قبل كده، اللي هي شخصيات عربيه اثروا في التاريخ. كنا خدنا 5 شخصيات في الفيديو اللي هسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت، لو انت اتفرجتش عليه تخش تتفرج عليه. وهنكمل في الفيديو ده. ومعانا القرطبي، هو محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح الانصاري الخرزجي، واحد من كبار المفسرين من اهل قرطبه. راح واستقر في اسيوط لحد ما توفى فيها، وكان عابدا زاهدا عاكفا على تعلم العلم وتاليف العديد من الكتب زي الجامع لحكام القران الكريم المعروف بتفسير القرطبي. قام على الحرص بالزهد والورع، التذكار في افضل الاذكار، تذكره باحوال الموتى واحوال الاخره. زي ما قلنا اتوفى رحمه الله في اسيوط. ومعانا الشخصيه اللي بعدها وهو العز بن عبد السلام، وعبد العزيز بن عبد السلام ابن ابي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء، وهو فقيه ومجاهد شافعي. نشأ في دمشق وتولى الخطابه والتدريس، وده كان في زاويه الغزالي. وبعد كده بالجامع الاموي سافر بعدها لمصر، وهناك ولاه الصالح نجم الدين ايوب القضاء والخطابه والنهي والامر، لحد ما اعتزل الناس في بيته ومرض وتوفى في القاهره. ومن مؤلفاته تفسير الكبير، قواعد الاحكام في اصلاح الانام، وغيرها من المؤلفات. الشخصيه اللي بعده هو الظاهر بيبر، هو العلاء البندقداري الصالحي، وهو الملك الظاهر اللي اشتهر بفتوحاته وغزواته. اتأثر في صغره واتباع، وبعد كده انتقل لحلب، ومن حلب راح القاهره لحد ما قبض عليه الملك الصالح، وده كان في ظل حكم قطز. ايوه قطز اللي اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات، صح كده. وبعد كده قام عتقه لوجه الله، ضرب في قتال التتار بفلسطين، واتفق مع امراء الجيش على قتل قطز. وبعد كده اتولى حكم مصر والشام، صاحب فتوحات تاريخيه عظيمه زي فتوحات بلاد النوبه، دنقله او دنقله على حسب التشكيل. وتوفى في دمشق، وهناك اقيمت المكتبه الظاهريه حول مدفنه. بعد كده معانا صلاح الدين الايوبي، هو يوسف بن ايوب ابن شاذي ابو المظفر صلاح الدين الشهير بالملك الناصر، وهو من اشهر القاده المسلمين، وهو من اكراد العراق، لكنه اتربى ونشأ في دمشق. كان فقيه واديب، وتلقب بالملك الناصر لما فتح الشام. ده مش فتح الشام وبس، لا ده فتح مصر وفلسطين. ده وصلت فتوحاته لبلاد الجزيره، ما وقفتش لحد بلاد الجزيره، ده وصلت للعراق وليبيا. ومعانا الشخصيه اللي بعدها هو عمر المختار، اشهر مجاهدي طرابلس الليبيه في مقاومه الايطاليين. كان شيخ في زاويه القصور بالجبل الاخضر. بعد كده سافر للسودان بصحبه محمد الادريسي، كان في مقدمه المجاهدين بعد عودته لليبيا. نسبت ليه العديد من الوقائع في محاربته للايطاليين، واللي استمرت لمده 20 سنه، لحد ما اتأثر واتسجن في بنغازي، واتقتل شنقا في مركز ببنغازي. ورثاه العديد من الشعراء والادباء الكبار زي احمد شوقي ومطران. والحقيقه بفكر جديا اعمل عنه فيديو مفصل من اول حياته لحد وفاته. وبس كده، دي تكون نهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمني لايك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.